فرعونية ايه، القرية فرعونية، قصدك القرية الفرعونية ايه 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 ايه. قرية فرعونية، قرية فرعونية. يلا تعال. السمكة، سمكة واحدة يعني. بنطيل، نوع بنطيل. في القرية الفرعونية دي التذكرة بتاعتها. Ah, sí. أهلا ومرحبا بكم في القرية الفرعونية. نحن الآن في آلة الزمن لنبدأ مغامرتنا إلى أرض الفراعنة. سنعيش مع قدماء المصريين حياتهم اليومية في المعابد والحرف والأسواق. كانت القرية الفرعونية مساحة 32 فدانا، ونأمل أن تكون هذه جولة رائعة عبر التاريخ والثقافة المصرية. يبدأ التاريخ المصري مع عصر الدولة القديمة في حوالي عام 3000 قبل الميلاد. خلال هذه المملكة القديمة، وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل الميلاد،
كان عصر بناة الأهرام. بنى الأهرام الكبرى وأبي الهول في الجيزة 3 فراعنة هم خوفو وخافرع ومينكاورع. وبرغم مرور السنين لا تزال الأهرامات تقف إلى جانب تمثال أبي الهول العريق شامخة عبر الزمن. في المملكة الوسطى حوالي 2000 قبل الميلاد تم بناء العاصمة طيبة، وهي الأقصر حاليا، ومعبد الكرنك الذي لا يزال حتى اليوم أكبر مبنى ديني تم تشييده على الإطلاق. وهذا ما ينقلنا إلى عصر الدولة الحديثة، العصر المجيد لبناء الإمبراطورية المصرية القديمة على يد ملوك عظام مثل أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس العظيم. نرى في الماء نبات البردي الذي استخدمه المصريون، وإعادة صناعة الورق بعد سنوات عديدة من البحث. والآن سنعبر سويا القناة الأسطورية. أنا أوزوريس قاضي العالم السفلي، كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة الوسطى. عندما أرسم على جدران المقابر غالبا ما أظهر على شكل مومياء. عندما كنت ملكا لمصر كان الخير والسلام يعم الأرض، حتى قتلني شقيقي الحاقد ست، قد مزقني إلى قطع ونثرني في جميع أنحاء الأرض. ربما لم أكن خالدا لولا زوجتي المؤمنة. زوجة أوزوريس ربة الحب والسحر والشفاء. حين قتل زوجي بسيف الغدر بحثت أنا وشقيقتي نفتيسي عن أجزاء جسده والتي جمعناها من جميع أقاليم مصر. وعندما أعدت أوزوريس إلى الحياة بقوة سحري أنجبنا ابني حورس، والذي أخفيته في أحراش الدلتا وربيته ليأخذ ثأر أبيه. وحين أصبح حورس قويا كالصقر حقق أمنيتي. أنا حورس الصقر وريث العرش. عمي الحاقد ست قتل والدي واستولى على عرشه، وعندما أصبحت شابا حاربت ست لاستعادة ملك أبي. لقد كانت معركة دامية وفقدت عيني يسرى، لكن تحوت رب الحكمة شفاني وأكملت صراعي ضد الشر، وفي النهاية انتصرت وفزت بالعرش. أنا آمون رع رب الملوك. شيد 30 من الفراعنة على مدى 100 السنين معبد الكرنك لتكريمي. اسمي يعني خفي، وكنت حارسا لاسما سريا، لكن إيزيس قد خدعتني حين خبأت ثعبانا لدغني وصراصونه في أعضائي. عندما أفقت توسلت إلى إيزيس لاستخدام سحرها لإنقاذي، لكنها لم تساعدني حتى أعطيت لابنها حورس عيناه الشمس والقمر، وهمست لها باسمي السري. هل تود سماع اسمي السري الآن؟ أنا تحتمس الثالث، جلست على عرش مصر، وعلى رأسي 17 حملة عسكرية استطعت أن أجعل من مصر إمبراطورية عظيمة تسود العالم. وفي قصري تعلم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم، وكان ولاءهم لي وحدي. هل عرفتني الآن؟ أنا أقدم وأعظم إمبراطور في التاريخ. إلى قياس النيل
كان هناك مقياس خاص يسمى مقياس النيل، كان قدماء المصريين يستعملونه لقياس الارتفاع. أنا إخناتون، كان اسمي أو القطب الرابع حتى السنة 5 من حكمي، وهو الاسم الذي يعني آمون راد، لكن ابتعدت عن عبادة آمون والآلهة العديدة الأخرى، واخترت عبادة إله واحد فقط، وأطلقت عليه آتون. لقد حاولت أن أعلم شعبي ديانة آتون، وأنشأت لهم عاصمة جديدة هي تل العمالقة، لكن الناس بعد موتي تركت عبادة آتون. حتى ابني الوحيد توت عنخ آتون تخلى عن اسم ولادته وأخذ اسم توت عنخ آمون، ولكن يوما ما سوف يؤمن الناس بإله واحد. ترى هل يأتي ذلك اليوم؟ أنا رمسيس العظيم، كنت أقوى فرعون في التاريخ، وحكمت مصر لمدة 66 عاما. لقبني اليونانيون أوزماندياس. بنيت أنا وزوجتي نفرتاري معبدا جديدا، هو معبد أبو سمبل، وبالقرب من طيبة شيدنا معبد الرامسيوم. مع جيشي هزمت الحيثيين والنوبيين وقراصنة البحر الأجانب لكي تحكم مصر العالم. لكن كان هناك واحدا فقط، هو أنا أوزماندياس، ملك الملوك في الأراضي الجنوبية. مشهد النبي موسى. يبين هذا المشهد عملية اكتشاف الطفل موسى الذي وضعته أمه في سلة وألقته في النيل ليطفو على سطحه للحيلولة دون أن يقتله جنود فرعون. وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في بيت الأسرة الملكية المصرية. ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. بس كان لهذا الإله القزم الغريب الشكل مكانة كبيرة عند المصريين، وكان يعتقد أنه يحمي الناس من الثعابين والعقارب، وكان يعتبر حاميا للنساء أثناء الوضع، وكان بصفة عامة إله السرور والمتعة من كل نوع. الزراعة. الآن تدب الحياة في مصر القديمة بمشاهد الزراعة والصناعة. حديقة فرعونية. هنا يستمتع النبيل هو وزوجته بالهواء المنعش في مقصورة حديقتهم، ويلعبان لعبة يلعبها شخصان اسمها سينت، ويكون في الوقت الحاضر. الفلاحة. حرث الأرض هو أول عملية لتجهيز الأرض وإعدادها للزراعة. ونشاهد أمامنا الفلاح ممسكا بالمحرات الخشبي البسيط يجره ثوران،
وبعد أن تتم عملية الحرث تجري عملية تكسير الكتل الطينية الجافة باستعمال الفأس، ثم تجري عملية شق خطوط مستقيمة في التربة بالمعول، ثم يقوم المزارع. ونشاهد أبراج الحمام إلى جوار المنازل، وكان المصريون يستعملون الحمام كطعام وجيش، وكانت الحقول تروى بواسطة الشلوح وهو رافعة يشبه الميزان، وعلق في أحد الطرفين وفي الطرف الآخر حجر ثقيل قابل الدلق ويوازنه. وعندما يتم حصاد المحصول تحمل حزمة إلى مكان الدراسة في أكياس من الشبك وتعلق في قائم خشبي، وتتكون أرضية مكان الدراسة الدائري من تربة صلبة، وعندما توضع عليها كتلة من السنابل تصاب عليها الثيران أو الأقطار لتكسيرها بأقلامها الثقيلة. العسل. كان قدماء المصريين يستعملون العسل في التحلية، حيث إن قصب السكر لم يكن يزرع في مصر في تلك الأيام، وكانت خلايا النحل تصنع من أنابيب من الفخار ترص فوق بعضها في صفوف كما نرى. بناء القوارب. كان نهر النيل هو الطريق الرئيسي للمواصلات في العهد الفرعوني، ولذلك كانت صناعة القوارب صناعة هامة، وكانت القوارب الصغيرة تبنى من حزم من نبات البرد تربط بعضها إلى بعض بالحبال. صيد الأسماك. كانت هناك أنواع كثيرة من الأسماك في النيل والقنوات المتفرعة منه، وكانت تشكل مصدرا جيدا للطعام، كما كان صيد الأسماك رياضة شائعة. ويمكن مشاهدة إحدى طرق صيد السمك أمامكم، حيث تمتد شبكة الصيد بين قاربين، ويقوم الصياد بضرب الماء بعصاه لإزعاج السمك فيقع في الشبكة، وننظر إلى الشبكة لنرى إذا كان قد وفق في الصيد اليوم أم لا. والتحطيب، وكذلك كان أول من مارس لعب الهوكي بالتاريخ. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة طوب اللبن في قوالب، والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية، ثم تترك لتجف في الشمس. صناعة الزجاج. برع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت بها ورش لصناعة الزجاج هي منطقة تل العمارنة. التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 إلى 70 يوما. صناعة الفخار. تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها إلى سنة 6000 قبل الميلاد. يعجن الطين بالماء ويخلط ببقايا الأواني الفخارية المصفوفة أو القش المبشور
مما يساعد على بقاء الأواني المصنعة ويجعلها مستوية وبدون شقوق. والآن إلى بعض المظاهر المصرية الساحرة. نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل حائط الحجري. وأول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح، ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البردي. نحت التماثيل. كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بضغط خواتير أو أوتاد خشبية في ثقوب يتم صبها في الصخرة، ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما تتمدد الأوتاد بفعل الماء فإن قطعة الصخر تنفصل. بازات الألبستر. كانت البازات تصنع من أنواع مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألبستر وهو حجر ناعم يمكن تشكيله إلى أشكال جميلة. وكانت بازات الألبستر تستعمل كمصابيح أو لتخزين العطور والزيوت الغالية. ورشة النجار. كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر كتلة من الخشب إلى ألواح. وكانت المطرقة والأسميل والقدوم وقوس الحفر لحفر الثقوب من الأدوات التي كان يستعملها النجار. ترسانة السلاح. كان الفراعنة يهتمون بأن يكون الجيش مزودا بالسلاح في كل وقت، وكانت الأسلحة تشمل الأطواق والسهام والسيوف وبلاطات القتال والحراب إلى جانب الدروع والرماح. صناعة العطور. كانت العطور محببة إلى النساء في مصر القديمة، وكانت تتكون من الزيوت العطرية والشحوم. وكان عصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميك، ثم يلوى طرف الكيس باتجاهين متضادين باستعمال قضبان خشبية. غزل الكتان ونسكه. كان الكتان أكثر الأقمشة استعمالا في الأزمنة القديمة، ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان. فيتم تمشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط خشبي للتخلص من الأطراف والأوراق، ثم تنقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين، ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية، وبعد ذلك تمشط السيقان خلال أسنان مشط آخر أصغر من سابقه. صناعة الورق. كانت صناعة الورق من الصناعات الأخرى الهامة، لكنها كانت حكرا على الدولة. ويعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البردي هو أصلح جزء لصنع الورق. وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، ثم يوقع اللب الأبيض في الماء. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة، ثم تنقع في الماء العادي. وبعد تكرار عملية النقع ترص الشرائح اللينة على قطعة من القماش في طبقتين، إحداهما رأسية والأخرى أفقية. وبعد أن يتكون سطح الورقة بهذه الطريقة يدق بمطرقة خشبية بهدف لصق الطبقتين. وبعد ذلك تغطى الورقة بقطعة أخرى من القماش وتوضع بين حجرين ثقيلين لبضعة أيام، ويتم جفافها في هذه الفترة في الشمس وتصبح بعد. كان النبيذ الجيد من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين، ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع من الحجر الصلب مثل الجرانيت الذي يقاوم التسرب ويسهل تنظيفه، ويتم الضغط على هذه العناقيد بالأقدام
ويصب العصير الناتج في أواني فخارية كبيرة لكي يتخمر. لا سلام المتحف ان شاء الله. كل عام انت طيب. بيتكون من المعبد ومن المنازل بتاعة الأغنياء ومنازل الفقراء وكمان جزء المقبرة. بعد ما نخلص جزء أنا اسمي أمنية عادل، المرشدة السياحية إن شاء الله اللي هكمل معاكم، وهنبقى جروب رقم 3. اتفضلوا هنكمل معاكم. احنا اول حاجه في رحلتنا احنا موجود في مدينه الاقصر في جنوب مصر. بيبتدي بحاجه اسمها طريق الكباش. طريق الكباش الاصلي طوله 3 كيلو متر، وكان معمول عشان يربط مع زي تمثال بشكل راسي. ربط الكبش ده كمان كان رمز للفصول. اهم شخص بقى كان بيبقى مسؤول عن المعابد وعن كل شيء بيتم جواها هو رئيس الكهنة. ما كانش في اي شيء بيتم داخل المعابد المصريه بدون امر رئيس الكهنة، سواء الشعائر الدينيه اللي كانت بتتم او القرابين اللي كانت بتقدم. هندخل كده دلوقتي مع بعض نشوف تخطيط المعابد في مصر كان بيبقى عامل ازاي وبيتكون ازاي. اول صاله هنلاقيها دايما في المعابد او الزمان. الصاله دي بتبقى من غير سقف تماما بحيث ان الضوء فيها يدخل بشكل كامل، مقفوليه من الذهب، وجوه الصندوق الصغير ده لان عامه الناس ما كانش مسموح لهم بالدخول للاجزاء الداخليه في المعابد في مصر ده. فكان في ايام الاحتفالات الكهنه بيشيلوا المركب دي يطلعوا بيها بره، يمشوا بيها في طريق الكباش كله من معبد الكرنك من معبد الاقصر، بحيث ان عامه الشعب يشوف الاله بتاعه ويعرف يحتفل مع المعبد في ايام الاحتفالات. هندخل لجوه اكتر نشوف تاني المعبد عامل ازاي. تعالوا كده. فيها 134 عمود. طول العمود الواحد منهم حوالي 21. اهميتهم ان هم بيعبروا عن رمز الشمال ورمز الجنوب في مصر. هنا اعمده الغربي دي بتعبر عن رمز الشمال مصر، اعمده النص بتعبر عن جنوب مصر او وسط اسرائيل. كل الغرب بقى بتكون موجوده في معابد على اليمين وعلى الشمال. بندرسها بيعملوها في ايه؟ الشرب. لا تبقى سهله قوي كده. اكيد فيها فكره. لا مش سهل. لا دي بتقولي ايه؟ مش هتبقى سهله كده. لا قولي لي بتقولي السؤال. بيستعملوها في ايه؟ يعني كانت وظيفتها ايه؟ كان ليها وظيفه مهمه قوي. بتوضوا وتصهروا. مش بيوضوا ويصهروا. لا دي ساعه لمعرفه الوقت. ساعه رمليه؟ لا ساعه مائيه خالص لحد تحت. بينهم مسافات عددهم 12 مسافه بيمثلوا 12 ساعه، يعني نص اليوم بالظبط. كانوا بيملوا فيها الميه لحد الاخر ويعملوا فتحه صغيره في الجنب بحيث ان هي تسمح بمرور نقط الميه. كل نقطه بتنزل بتبقى حوالي ثانيه، والميه بتفضل تنزل تدريجي خلال اليوم لحد ما بتمر 12 ساعه اللي هم بتوع نص اليوم. فكده يفهموا ان نص اليوم عدى، بتتملي مره ثانيه 12 زيهم، دول كده ال 24 ساعه بتوع اليوم. عملوها ليه؟ بالنهار كان عندهم حاجه اسمها الساعه الشمسيه. بالظبط، من خلالها كانوا بيعرفوا مواعيد اليوم ماشيه ازاي في فتره بالنهار بس طول ما النور موجود. النور ده بمجرد ما يروح كان عندهم ازمه ان هم يعرفوا الوقت بيمشي ازاي، وهل وقت الليل بيساوي وقت النهار ولا لا. فالساعه المائيه دي فهمتهم ان الليل والنهار كل واحد فيهم 12 ساعه واليوم كله 24 ساعه زي يومنا بالظبط دلوقتي. هنتحرك كده نشوف بقى اهم اوضه في المعبد. في ايام الاحتفالات فجنبها على طول هنشوف غرفه اسمها ملك تحتمس الثالث بدور ابنهم الاله حورس، لان حورس ده كان هو رمز الشرعيه الملكيه في مصر القديمه. وغرفه الثالوث دي اللي موجوده في معبد الكرنك اللي الشمس بتتعامد فيها على وجه رمسيس كل سنه. هنتحرك بقى هنا نشوف اخر غرفه موجوده في المعبد. اخر غرفه موجوده هنا دي بتبقى غرفه مخصصه لتخزين الطعام. زي ما قلنا الطعام كان من الحاجات اللي بتتقدم كهدايا في المعبد في مصر القديمه، انواع مختلفه من الطعام ومن الشراب وكمان من اللحوم. تعالوا بقى نبص على جدران المعبد.
بصوا بقى هنا يا شباب، جدران المعبد الخارجية في مصر كانت بتستعمل ان هي توثق الاحداث المهمة اللي كانت بتحصل في عهد الملوك وعامة الشعب مش هيعرف يشوفها. يعني ده منظر لمعركة مهمة قوي اسمها معركة قادش، كانت بين رمسيس الثاني اللي فوق قعدت 16 سنة، وكل طرف فيهم قال في بلده ان هو اللي انتصر في الحرب. بس اللي وصل لنا اكيد ان الحرب دي انتهت باول معاهدة سلام عرفها التاريخ، لما ملك الحيثيين بعت بنته هنا على مصر في عرض زواج دبلوماسي على رمسيس، واللي وافق عليه، وبالتالي اصبحت بينهم علاقة نسب ووقفوا الحرب. عرفنا المعلومات دي ازاي؟ عن طريق الكتابات المصرية القديمة فقط. هنا الكتابات المصرية القديمة هي المصدر الأهم للمعلومات عندنا عن كل ما يتعلق بالتاريخ المصري وكل الأحداث اللي كانت فيه. اللغة الخط الهيروغليفي تحديدا هو الخط المقدس للدولة في مصر القديمة، وعبارة عن أشكال رموز من الطبيعة، أشكال حيوانات وأشكال طيور، وملهاش قاعدة في الكتابة، يعني بتتكتب من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. كانوا بيعرفوا يقروها على أساس وش العلامات باصص فيه، بمعنى إن هنا العلامات كلها باصة اتجاه اليمين، فمعناها إن القراءة بتبقى من اليمين للشمال، وهنا مثلا العكس صحيح، من الشمال لليمين. عرفنا نفك رموز اللغة المصرية القديمة من حجر رشيد. الحجر ده لقيناه في مصر وقت الحملة الفرنسية، ومكتوب باللغة اليونانية القديمة وفوق باللغة المصرية القديمة. فكه عالم فرنسي اسمه شامبليون، كان متقن للغة اليونانية القديمة، فعرف يعمل مقارنة بين الرموز اليوناني مع الرموز المصري. الموضوع خد منه حوالي 10 سنين، في النهاية تمكن انه يفك كل الرموز بتاعة اللغة المصرية القديمة ويفهم كل علامة كانت بالظبط بترمز لها. مش واضحة هنا، هوريها لك في البازار. الأسد كان حرف اللام، الحبل المجدول ده حرف الحاء، شكل الفم ده حرف الراء، والخيل بيجر العربية. ولأن التحكم في العربيات دي في السفن محتاج هي والسلطان، وعندها بقى 4 خدم مكلفين ان هم يشيلوا العربية على كتفهم في كل التحركات بتاعتها. خارج البيت طبعا، واحيانا داخل البيت كمان بيبقوا عاملين ازاي؟ من حيث شكل الفستان، الشعر المستعار المزين من الذهب، نوع من الذهب، وكان عندها اشكال ثانيه من الشعر المستعار للمناسبات المختلفه، منهم اسفه واحده بتبقى من خيوط الذهب. وكان كمان عندها خادمات مخصصين للعب الموسيقى على اداه الهارمونيكا واداه الناي، الاثنين ادوات مصريه قديمه وما زالوا مستعملين لحد دلوقتي الحالي. هنا في المقابر هتشوفوا شكل الاساس بتاعهم. اللون ده كان فكره للقيلوله في النوع العميق، كان بيبقى من الخشب ومن الكتان، ده كان بيكون نص مدرج. المصري القديمه كان حجمه فكره التويلت عموما. شكل التويلت ده كمان ما زال مستعمل لحد دلوقتي الحالي عندنا، بقى اسمه دلوقتي الحمام العربي، او في اوروبا بيقولوا عليه الحمام التركي بالظبط كده. عندنا في مصر عادي بنسميه حمام البلد. جنبه هنا على طول هتشوفوا غرفه الاستحمام، كانت منفصله عن غرفه التويلت. كانت عباره عن ستاره خشبيه بيقف وراها الشخص، والخدم بيتولوا عمليه صب الميه. هنا يا شباب اخر حاجه هنشوفها هي غرفه تخزين الطعام. غرفه تخزين الطعام دي اقرب حاجه ليها دلوقتي عندنا هي الثلاجه. هنا كانوا بيحاولوا يحافظوا على الاكل اطول فتره ممكنه بحيث ان هو ما يحصلوش عفونه. جو مصر معروف ان هو جو حار، وفي الشمال بيكون كمان رطب، فكانوا بيحافظوا على الاكل بان هم يحطوه في اواني فخار. الفخار معروف ان هو اكتر حاجه بتحافظ على درجه الحراره بتاعه الطعام والشراب. يكون في شباك صغير كمصدر للتبريد، وفي مسافات ما بين الاواني بحيث الهواء ده لما يخش يتحرك بحريه، فدرجه الحراره تفضل ثابته ما تعلاش فما يحصلش عفونه. اتحرك بقى الجزء هنا يا شباب. في الجزء الخلفي اول حاجه بنشوفها هنا عندهم غرفه الخدم. دي غرفه كانوا بيستريحوا فيها الخدم وسط الاعمال المنزليه بتاعتهم، فبالتالي بنشوف جنبها على طول المطبخ. المطبخ كان جواه نوعين من الافران، بيبقى واحد مخصص لعمليه الخبز والتاني مخصص لعمليات الطبخ. وهنا طبعا الاسطبل عشان الخيل. وهنا بقى اخيرا عارفين بايه او شفتوها قبل كده؟ تخزين الغلال. دي صوامع. الصوامع دي كانت بتستخدم فيها النجوم زي اليوم ويرجعوا يقفلوها مره ثانيه. دي نفس اللي كانت في قصه سيدنا يوسف عليه السلام، اللي خزنوا فيها سنابل القمح وقت ال7 سنين الجاف اللي مروا على مصر. نتحرك بقى هنا نشوف شكل تعالوا يا شباب. انتوا هنا
هتشوفوا نموذج مصغر لفكره السوق في مصر القديمه. وفي مصر القديمه ما كانش فيه عملات، فكانوا بيتعاملوا بنظام المقايضه. المنظر هنا قدامكم بيوريكم بعض حسب القيمه بتاعت الشيء. اهم حاجه طول ما الحاجتين متوازنين في القيمه كانوا عادي بينفعوا يبدلوا مع بعض. الفلوس دي ظهرت في العهد اليوناني بقى، بعد كده من اليونان لحد دلوقتي طبعا بنتعامل بيها. اتفرج بقى هنا بقى بيت الفلاح بيوريكم شكل لايف ستايل. زي ما انتم شايفين البيت كان بسيط جدا، زي ما انتم شايفين كده قدامكم، يعتبر هو غرفه واحده للاسره كلها تقعد فيها. نحط هنا الحبوب بتاعه القمح ولمده ساعتين او 3 تقعد تطحن فيهم بالحجر التاني ده لحد ما يتحولوا باودر تعرف تخبز منه. طبعا العمليه دي كانت هنرجع للخبز. هنا هيورينا التكنيك كان بيبقى عامل ازاي. ده كبريت. ده كبريت، ما هقول لك لسه هقول لك ما تقلقش مش هفهمك. ده نفس شكل الاداه زي ما قلنا، بس الفرق بيننا وبينهم ايه؟ ان اشعال النار في مصر القديمه كان بياخد من 45 دقيقه لساعه كامله. عايز تقف ساعه كامله عشان يعرفوا يشعلوا النار، لان الادوات اللي كانوا بيستعملوها الاشتعال بتاعها بطيء. كانوا بيستعملوا ورق الشجر الناشف وزيت بذور الكتان. هي مأخوذة منين التكنيك دي؟ التكنيك ده المصريين القدامى هم اللي ابتكروه. كان القبليل هو الحجاره، احتكاك الحجاره بس ببعض. بعد كده هم ابتكروا الفكره دي. احنا حاطين كبريت عشان مش هنقف ساعه كامله نوريكم الاشعاع، نوريكم التكنيك بس. احنا عندنا النهار كله يا ابني. نقف هات يا ابني ورا شجر واقعد اتحمل ساعه. هنا كان طبعا حمام، وهنا برضو حمام، ده كان بيستعمل للتغذيه. يعني يكون في العود. وهنا بقى ده شكل الفرن بتاعنا. وهنا في الخلف نفس فكره الصوامع اللي احنا اتكلمنا عليها في
مقبرة توت عنخ آمون اكتشفوها كده. مقبرة توت عنخ آمون كل سنة عليه كده. كرة العرش
الصناديق دي كانت بتاعت طقس اسمها طقس الفتح الفمي. طقس الفتح الفمي دي كانت عندهم شعيره مقدسه بتتم في المقابر عشان الملك ينفع يرجع يتكلم تاني بعد الموت زي ما كان بيتكلم هو. كانت بتتم عن طريقها، كان بيوجهوا الاداه الموجوده اللي هي البيضه دي على لسان الملك والملك يرجع لسانه الطبيعي. بس مش حقيقي. بتاعت جسد الملك توت عنخ آمون. عمليه التحنيط في مصر كانت بتاخد من 40 يوم لحد 70 يوم عشان تتعمل. الاحشاء اللي جوه الجسم دي اسرع حاجه بتتعفن بعد الموت على طول. عشان كده كان بمجرد ما الشخص بيموت بياخدوه بيغسلوا الجسم شبه عمليه التغسيل اللي بتتم دلوقتي، بيفتحوا شق في الجانب الايسر يطلعوا منه كل الاحشاء وده في الباترينا. والصندوق ده كان محمي اكتر في الصندوق العملاق اللي مطلي بالكامل من الذهب ده، بيزينوا الكوبرا من فوق واربع آلهة من كل الاتجاهات. هنا بقى اهم حد هنشوفه هو انوبيس حارس المقابر واله التحنيط في مصر القديمه. الحيوان ده اسمه ابن ادم بالانجلش جاك. ووراه هنشوف هنا حتحور ربة الامومه ورمز الحمايه برضو في مصر القديمه بهيئه راس البقر. هنشوف كمان هنا التوابيت الصغيره المذهبه، دول كانوا بنات الملك توت عنخ آمون. هو وزوجته تعرض للاجهاض مرتين، في المرتين كانوا طفلتين وتم تحنيطهم واتدفنوا هنا في المقبره مع والدهم. والملك توت للاسف فشل ان يكون معاه وريث ذكر على العرش من زوجته، فبالتالي بموته ما كانش فيه وريث، فانتهى نسل الاسره بتاعته بالكامل وانتقل العرش بقى لحد جديد خالص وابتدت اسره جديده في الحضاره المصريه القديمه. بقيه الصناديق الخشبيه دي لقوا فيها ملابس الكهنه اللي قاموا بعمليه التحنيط في هو ده القوس اللي هو بتاع النخيل والحاجات ده ورق البرد. وانا وريتهم شكل نبات البرد يمكن انا بوصفهم بس ما اعتقدش لا واحد الملك بيتنقل كده من عالم الاحياء لعالم الاموات. اللون الذهبي ده كان رمز الاله رع اللي هو اله الشمس يعني الدنيا. الفهد ده لونه اسود بيعبر عن العالم السفلي يعني الموت. فالملك واقف فوق الفهد معناه ان الفهد بينقل الملك من عالم الاحياء عشان ينقل للعالم السفلي عالم الاموات بعد الموت. ده يا شباب كوار كوارتر، هو ده مكتشف المقبره. وده اسمه اللورد كارنفال، ده لورد بريطاني كان عايش هنا في مصر، وده اللي كان بيمول برضه بالفلوس اصلا في بعثه الحفايات. وهنا ده مؤسس القريه الفرعونيه مهندس دكتور حسن باشا. انتوا عندكم بقى ايه هو
صور الكاليفورنية أثناء الشتاء. صور الكاليفورنية. البدلة بتاعتي يعني. القميص بتاعي. لكن تمام فرعون هي تمام فرعون والله حلو.
منهم بيحب يربيها كحيوانات مستأنسة. هنشوف برضه هنا أشهر الشخصيات النوبية زي محمد منير. هتشوفوا برضه هنا في الآخر الأكلات المشهورة عندهم أكلة اسمها الجاكود شبه الملوخية شوية. كان ذكي جدا، عمل حركة إن هو يبقى أهم إله عند المصريين ويقدم له قرابين، لأن طبعا بتمثل وفاة الاسكندر، مات وهو عنده 32 سنة على الرغم ان هو يعتبر حاكم العالم كله. هنا متحف المراكب، هنشوف تطور المراكب زي المراكب اللي كانت بتنقل المسلات، ومراكب تانية اسمها مراكب الشمس. دي في اعتقاد الملك ان هو هيبقى في رحلة مع اله الشمس اللي هو رع في جولة نيلية كده في وسط النيل زي بتاع الكمون. طبعا كانت بتبقى معمولة من الذهب. ومراكب تانية بتستخدم لنقل الموتى. هنا برضو مراكب للتنزل بتاعة النبلاء.
شوف وين عينه وين عينه وين عينه
متحف الحياة اليومية ومتحف التراث، القرية الفرعونية. القرية الفرعونية. السقا متحف التراث، السقا الفخران مع الفخار كله، والخطبة حال تخطب دي شو كده الخطوبة والعروسة جوه الجمل اهو، دي الحنة اللي بيعملوا بيها الحنة، الحق الزفة العروسة عايزة اهو، الزفة والزفاف والطب الجاية مش عارف ايه وبتاع الحق والسبوع، الحق السبوع السبوع، تماثيل السبوع مع الهون اهو، الكتاب بيعلموا. بص الراديو بتاع زمان، الراديو بتاع زمان ده راديو حقيقي على فكرة، وصنع الطرابيش، صنع الطرابيش، مبيض النحاس، مبيض النحاس، واللي بيسن السكاكين اهو، بيسن السكاكين، والحلاق الحلاق حلاق والبنات كده ضم على الأحزان، بتاع زمان الشارع مثلا الشارع بتاع الصياد، مش عارف دي بتاعت بتطحن البن، بتطحن الدقاق هو بيطحن برضه، ولمبة الجاز، الحق لمبة الجاز بتاع زمان، لمبة الجاز وباجور الجاز اهو، والبتاع اللي هو الفانوس بالجاز ده، مصباح الزيت او لمبة الجاز او مكتوب لمبة الجاز. والفلاحين بقى اللي بتعمل الوزة، بتزغط الوزة وبتغسل المواعين وبتغسل الغسيل، والزار الزار والعرافة بتاعت الودع، اشيل الودع وريا وسكينة اهو، ريا وسكينة، الحق المعددة، بصي المعددة دي صورتها، بلد الغفير والفلاحة، ودي مركز بقى مش عارف بتاع زمان، الفرقة الموسيقية، فرقة أم كلثوم اهي فرقة أم كلثوم والله، فرقة حسب الله اهي حاجة كمان، الفرقات الموسيقية العود، العود البتاعة دي هي الصعيد اللي هو بيلف اللي اسمه ايه؟ تنور ايه؟ تنور التنور التنور الدرويش، الشيشة والقهوة قاعدين على القهوة
الأوراداتي حال بتاع الأوراداتي والبيانولا والأراجوز والمزارع تبان في الشعبية بقى اللي هي الحاجات دي مولد اللي بيعمل فيها الحاجات دي بيعمل عربيات بتاع زمان دي. جحا أكمل جحا ده جحا ده على فكرة المسحراتي وبتاع القطايف بتاع الله حلو ميزان شبكي هات المولد والبيت رجع دي زمان بقى اهو الخبازة فرن اهو هذه الشعبية الطبلية كشري وشاي زوزو وبقى الكشري عربية الكشري وعربية الفول وعربية البطيخ وبياع البطاطا وبياع خضار وبياع الذرة وبياع العفصوص والله حلو كده صور حتى كمان بتاع المية